رجل دقيق. قال لي مدحت في توتر: أعرف أنني أبدو جبانا، لكن هذا لا يضايقني البتة، بل أنا جبان بالفعل، لكني أعرف كذلك أنني رجل دقيق لا يفوته شيء. طلبت له كوبا من الليمون عالما أن هذا سيزيد الأمور سوءا. ليمون الشرطة لا ينعش كأي ليمون في العالم، لكنه يعطي جوا من التوتر وتقلصا في المعدة كأنه حمض نتريك. أذكر هذا منذ أيام الماضية عندما كنت أمام المدفع لا خلفه، وكنت أتوتر لدى تعاملي مع الشرطة في موضوع بطاقة شخصية أو رخصة قيادة. قلت له: نحن معك، هذا سبب كاف كي تطمئن. قال متوترا: لكن الأخطاء تحدث. لن تضع شرطيا معي في فراشي، هناك لحظة ما سوف تغيبون فيها عني، وعندئذ. كانت مشكلته هي أن مختار خرج من السجن، ونحن نراقب مختار طبعا، لكن لا يوجد شيء ضده، إنه يتصرف كأي مواطن آخر. قلت لمدحت وأنا أناوله لفافة تبغ: لا يمكن أن نسجن مختار لأنك تخافه. الرجل لا يمزح، هذه هي المشكلة. ولوح بالتقرير الطبي في وجهي للمرة 10. أرى هذا التقرير اليوم. يبدو أنه يحاول إصابتي بالخبال. كان مدحت رجلا في 50 من العمر، ضئيلا جاحظ العينين، تبرز عروق صدغيه وتبرز أسنانه، مما يعطيه طابعا خاصا يذكرك بالقوارض. اعتدت منذ زمن ألا أكون انطباعات عن شكل الناس، لكن شكله كان منفرا يدفعك لمقته على الفور، خاصة مع صوته الأخنف وذعره الدائم الممل. فأر آدمي، هذه هي الفكرة التي جالت بذهني، واستغفرت الله عليها كثيرا. لن أندهش لو دخل قط وابتلع الرجل في أي لحظة. لكن مدحت كان مواطنا، وكانت عنده مشكلة حقيقية. في العام 1979 كنت أسكن في تلك الشقة المفروشة، وكانت تسكن فوق شقتي أرملة عجوز ثرية. وفي ذلك اليوم المشؤوم كنت أعد طعام العشاء وحدي في شقتي، عندما سمعت صوت دقات الهاون من الطابق العلوي. اعتادت الأرملة أن تستدعيني بهذه الطريقة، وكانت لها طلبات عديدة أغلبها تافه. تريد من يفتح لها اسطوانة الغاز، تريد من يغلق لها المحبس، تريد من يضبط لها التلفزيون. كنت أقوم بهذه الأمور في رضا، لذا عندما سمعت هذه الجلبة هرعت لألبي نداءها. لم أدري ماذا حدث ولا كيف حدث، فعلى الدرج اصطدمت بمختار نازلا من شقتها. كان ابن أخيها، وكان قوي البنية شرسا، ولكني في هذه المرة لم أنظر لوجهه، كنت أنظر لتلك المدبة في يده والتي تلوثت بالدم، كأنه نومني مغناطيسيا للحظة. ثم صرخت مذعورا: هل فعلتها؟ هنا أولج نصل المدبة في أسفل صدري، إصابة سطحية جدا كما قال لي الطبيب فيما بعد. وسرعان ما كان يطيب الدرج نازلا. برغم كل شيء قلت لنفسي إنني سليم، الإصابة سطحية وهو لم يؤذي شيئا. وكان تفكيري سريعا جدا. تحاملت على نفسي إلى أن دخلت شقتي واتصلت برجال الشرطة، ونسيت كل شيء عن ذلك الجرح. عندما جاءوا رأوا المشهد المعروف الذي لن أصفه لك. لقد قتلت السيدة في الحمام، وكانت تحمل يد الهاون في يدها ترسل لاستغاثة أخيرة. ليرحمها الله، لقد قتلها ابن أخيها طمعا في مالها، وبرغم هذا لم يجد عندها شيئا. بعد يوم قصدت طبيبا ليفحص ذلك الجرح، فقال إن المدبة مزقت بعض الأنسجة في التجويف 12 بين الضلوع، لكنها لم تمزق شريانا أو وريدا أو عصبا. وكتب لي هذا التقرير، وقد رأيت أنه لا داعي لذكر هذه الإصابة التافهة في مجرى التحقيق.
تم القبض على الفتى الذي أنكر كل شيء جملة وتفصيلا. كنت أنا الشاهد الوحيد على رؤيته. فيما عدا هذا لم يجدوا سلاح الجريمة ولا أي شيء ضده. هكذا يمكنك أن تتصور حقده عليه. لولاي لما اتهمه أحد بأي شيء. برغم كل شيء حكم عليه بالسجن، وعشت أنا حياة طبيعية أحاول أن أطرد هذه الذكرى الكئيبة من ذهني، إلى أن جاء الشهر الحالي. قلت له للمرة الألف عندما وجدت الرسالة. قال وهو يرتجف: نعم، رسالة وجدتها تحت باب بيتي الجديد الذي لا يعرفه أحد. تقول الرسالة: تحسب أن الزمن ينسي الأحقاد. سوف تدفع ثمن الأعوام التي قضيتها في السجن بسبب كلب مثلك. عندها طار عقلك رعبا. نعم، الرسالة مخيفة، لكن اختفاءها أكثر بشاعة. أنا أعرف يقينا أنني أخفيتها في مكتبتي، بالذات في كتاب وصف مصر بين صفحتي 187 و 188. أقول هذا لأؤكد لك أنني لم أنس شيئا. أنا رجل دقيق يا سيدي. معنى أن أفتح الكتاب فلا أجد الرسالة أن هذا الرجل يملك الدخول إلى بيتي بسهولة تامة. قلت في غيظ: بل هو ساحر كذلك، أن يعرف أنك أخفيت الورقة في كتاب ويعرف ما هو الكتاب. هل أنت متأكد من أن زوجتك لم تكن معك لحظة إخفاء الخطاب؟ أنا غير متزوج. قلت هذا 10 مرات. إذن هناك كاميرات مراقبة في غرفة مكتبك. لا هذا ولا ذاك. أقرب الاحتمالات أن الحظ خدمه، لأن الكتاب في موضع واضح مميز في مكتبتي. على الأرجح كان يتصفح بعض الكتب فوجد تلك الرسالة بضربة حظ. ثم جاء موضوع الحريق. ارتجف وشرب جرعة ليمون هائلة وقال: نعم، يبدو أنه فتح شراعة باب شقتي وسكب بعض الكيروسين، ثم ألقى عود ثقاب مشتعلا. صحوت من نومي لأجد الصالة تحترق. جريت إلى باب الشقة ودفعته لأفتحه، لكني لم أستطع. إنه لا ينفتح. يبدو أنه وضع شيئا ثقيلا خلفه. هكذا جريت إلى الحمام وملأت دلوا من الماء عدة مرات وسكبته على النار حتى أطفأتها بالجهود الذاتية. ثم لوح بالورقة وصاح في عصبية: هذا الرجل يجب أن يعتقل، أن يعدم. إنه قادر على التواجد في كل مكان وفي كل وقت. في المرة القادمة سوف يفوض برأسي، ولسوف تندمون يا حضرة الضابط، ستندمون. ثم انفجر في البكاء وسقط كوب الليمون على مكتبي. قال لي عصام فتحي وهو يغلق التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد: ما زلت أرتجف رعبا كلما رأيت فيلم كيب فير. اللص الذي خرج من السجن ينتقم من محاميه وأسرته، وقد اكتسب خبرات مهولة من السجن مما جعله شبه خارق للطبيعة. الطريف هنا أنه لم يريد الانتقام من الشرطي الذي اعتقله ولا القاضي الذي حكم عليه. كل هؤلاء في رأيه أدوا عملهم على أفضل وجه. الحمار الوحيد الذي لم يؤدي عمله جيدا هو المحامي. ثم انطلق بمقعده المتحرك إلى خلف مكتبه، حيث جهاز الكمبيوتر يهدر بعمليات حسابية لا تنتهي. لم أرى قط جهاز كمبيوتر منهمكا في الحسابات، لكنها الحقيقة. حسابات الأخ عصام من الطراز الذي يستغرق ساعة بجهاز الكمبيوتر، ولهذا يتركه يعمل وينصرف كأنه وضع كعكة في الفرن حتى تنضج. قال لي باسما: هذا أفضل من الجيل الأول من الحاسبات الآلية. كان أول كمبيوتر يدعى يونيفاك، وكان التيار الكهربي يضعف في نصف مدينة سان فرانسيسكو عندما يقوم بضرب 6 في 5. فكرت للحظة في هذا. لابد أنه كان يعمل بالجازولين. قلت لعصام: من الغريب أنني أمر بقضية تذكرني بقصة فيلم كيب فير. من الغريب أنني أمر بقضية تذكرني بقصة فيلم كيب فير هذا. لا توجد ألغاز هنا. القصة واضحة كالشمس. ثم رحت أحكي له القصة على سبيل التسلية. راح يصغي ووجهه يضيء وابتسامته تتسع شيئا فشيئا.
فلما انتهيت قلت له: ماذا أفعله مع مختار هذا؟ ليس بوسعي أن أرسل من يقتله على سبيل الاحتياط. قال وهو يلوك بعض حبات الفول السوداني: لماذا لا تفعل العكس؟ تسجن هذا الوغد مدحت. أسجن الضحية؟ أحيانا يفعلون هذا في الخارج في قضايا المافيا. قد يكون السجن أكثر الأماكن أمنا قال في إصرار: بل تسجنه لأنه كاذب مجرم. لقد سمعت القصة ولم أسمع في حياتي كل هذا القدر من الكذب في قصة واحدة، ومعنى كل هذا الكذب شيء واحد: هذا الرجل مدحت هو قاتل العجوز، وقد ألصق التهمة ببريء. وبعد خروج مختار من السجن مصمما على الإيقاع بالقاتل الحقيقي، أصيب الفأر مدحت بالذعر وراح يحكي لكم سيلا من الأكاذيب. هناك 7 ضلوع حقيقية تتصل بعظمة القص، و3 زائغة تتصل بالضلع العلوي، ثم هناك ضلعان سائبان غير مكتملين، أي أن لدينا 12 ضلعا بينهما 11 تجويفا. بعبارة أخرى، لا يوجد شيء اسمه التجويف 12. هذا يشبه الكلام عن سيمفونية بيتهوفن 10. التقرير الطبي ملفق وقصة الطعنة ملفقة. دعك من أنه من غير المنطقي أن يطعنك قاتل في ضلوعك وتنسى الأمر ولا تذكره للشرطة، فقط أراد أن يجسم خطورة مختار في عينيك. صديق قد دقيق أخفى الرسالة في كتاب وصف مصر بين صفحتي 187 و 188. جميل، لكن الصفحتين 187 و 188 هما وجهان لورقة واحدة في كتاب، ولا يمكن إخفاء شيء بينهما. كان عليه أن يزعم أنه أخفى الورقة بين صفحتي 188 و 189. هذه من أقدم الألغاز البوليسية. ثم صحى في الليل ليجد أن حريقا شب في الصالة، يحاول دفع باب الشقة فلا يستطيع لأن الرجل وضع شيئا خلفه. هل رأيت في حياتك باب شقة ينفتح للخارج؟ كل أبواب الشقق تنفتح للداخل. أكاذيب لا نهاية لها. أصابتني الدهشة ورحت أحاول جاهدا تذكر كيف ينفتح باب شقتي، فقال عصام: هذا لا علاقة له بالأرقام، هي مسائل تتعلق بالملاحظة لا أكثر. يحكي الأديب الكبير أنيس منصور عن المصري الذي قص عليه كيف أساءت السفارة المصرية في نيوزيلندا معاملته، وكيف ضربه سفيرنا هناك بالحذاء. استشاط أنيس منصور غضبا وكتب مقالا ساخنا عن الحادث، ثم تذكر قبل أن يرسل المقال للمطبعة أنه ليست لنا سفارة في نيوزيلندا. وهل حقا ليست لنا سفارة هناك؟ لا أدري، فقط لم تكن هناك عندما مر أنيس منصور بتلك القصة. أصدر الكمبيوتر صوتا عجيبا كأنه قرر أن يتحول إلى غسالة كهربية، ثم تجمدت الشاشة. صح عصام في أسى: انهار النظام. لم يتحمل كل هذه العمليات الحسابية المعقدة. سوف أبدأ من جديد. وأغلق الجهاز في عصبية وقال لي: أنا في حالة نفسية سيئة، اتركني الآن. فقط اعمل على أن تكشف لهذا المدحت أنه كذاب في كل حرف قاله. اضغط عليه وأنا متأكد من أنه يكذب لسبب واحد: أنه هو قاتل تلك العجوز عام 1979، وقد ألصق التهمة بقريب العجوز الوحيد الذي يعرفه. الذعر لا يبرر كل هذا الحماس الذي يتصرف به. فقط اتركني الآن وأخبرني بما يستجد.